شايف حضرتك فين مستقبل الأكاديميات في مصر، خاصة مؤخرا بقى عندنا أكاديميات تقريبا كل منطقة بقى فيها أكاديمية. تمام، شايف تمام. ازاي مستقبل الأكاديميات ديت؟ والله يعني هو انا اتمنى ان الاكاديميات ديت ما تعملهاش اللي هي يعني سبوبه، ما اه تكونش بالظبط. سبوبه. يعني اتمنى، عشان انا الحمد لله يعني انا اعرف اكاديميات كتير، اعرف اصحاب اكاديميات كتير جدا يعني، ومنهم زمايلي، في منهم اللي شغال بضمير وفي منهم اللي شغال سبوبه بياخد فلوس من اولياء الامور بيضحك على ولي الامر اللي هو بيمرن ابنه، ولا هو قادر يسوق ولا هو قادر يودي ولا عنده علاقات. وهي اصلا كره القدم، مجال كره القدم علاقات. قبل ما تفتح الاكاديميه لازم أن تكون متاكد ان انت هتقدر، بعد ما الولد ده انت شايفه لعيب كويس، تكون واثق وعارف ان انت هتقدر توديه نادي، هتقدر مش تخليه عندك يدفع كل شويه كل شهر اشتراك كل شهر اشتراك وخلاص. هو جاي لك جاي لك الاكاديميه عاوز يبقى حاجه، فانت ما تخلوش يجي الاكاديميه انت تفضل تاخد منه فلوس كل شهر بس. لا يعني يسوقوا النادي، يعني وديه نادي الزمالك، وديه نادي الترسانه، وديه. انت مش قد اللي انت تبقى صاحب مكان او مسؤول، يعني الاداريات برضه بتبقى يعني مش اي حد برضه المفروض يفتح موضوع الاكاديميه دوت، لان الموضوع برضه مش سهل. فهو دلوقتي للاسف في بقى بشوف برضو يعني اولاد صغيرين يعني فاتحين اكاديميه وهو ما عندوش علاقات، بالظبط. وفي ناس صح. بتروح. انا ولي الامر برضو الله يعينه، برضو ولي الامر مش فاهم، مش قادر برضو يستوعب، مش في المجال هو. فهو انا بقى يعني بنصح اي حد يعني فاتح اكاديميه او بيفتح اكاديميه يكون كمان هو معاه شهادات معتمده. يعني في برضو اصحاب اكاديميات معهمش شهادات، دي كارثه. مش دارس، مش عارف يعني ايه امتى يدي اللاعب ده لياقه بدنيه، امتى يدي اللاعب دوت اللي هو الشوتنج، اللاعب دوت مثلا محتاج بدني ولا لا، سنه امتى السن المعين اللي هو يحتاج في بدني. لازم المسؤول عن الاكاديميه يكون فاهم ودارس وعلى درايه كافيه بالموضوع اللي هو اللياقه البدنيه، البيزكس بتاعت كره القدم. وبرده يعني برجح اللي هو يكون لاعب كمان، يعني مش اللي هو دارس في كليه التربيه الرياضيه بس. يعني الحمد لله انا بمارس ودارس يعني الاثنين يعني. اه شايف ازاي مستقبل أكاديمية ليد بعد مثلا 3 سنين أو 5 سنين؟ ان شايفها شاء الله عاملة طبعا، ازاي؟ يعني ان شاء أو الله. هدفك؟ طبعا ان شاء الله يعني طموح ان شاء الله يبقى يعني في الوطن العربي كمان، نفتح كمان ان شاء الله في الامارات، نفتح في السعوديه، ده هدف إن ان شاء شاء الله الله، وإن يعني. شاء الله نعمل حلقة مع حضرتك ان شاء برضه. الله اكيد طبعا.